هو مدمن. انت مدمن في الحقيقة، لازم تكون مدمن زيه. عشان كده لازم نعرف مع بعض ازاي ندمن الكتاب المقدس. الادمان بقى اللي بنتكلم عنه ده مش مرض، ده ادمان حياة. انت الكتاب المقدس هو اللي هيشغل حياتك، الكتاب المقدس هو اللي هيديك طاقة تكمل باقي يومك، تكمل باقي ايامك كلها على الارض من خلال الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هيقوي علاقتك جدا بالسيد المسيح، لانه هيعلمك حاجات كتير وهيعرفك حاجات اكتر ما كنتش تعرفها عن شخص السيد المسيح، وهيعلمك كمان من الرسل والانبياء والقديسين اللي عاشوا معانا، هيعلمك عنهم كل حاجة. فبالتالي انت تحاول تبقى زيهم وتتعلم من الفضائل بتاعتهم. طيب ده كله كلام جميل، بس ازاي ادمن الكتاب المقدس؟ بص، هتجيب الاقلام الهايلايت بتاعتك ماشي، وتقعد على مكتبك الجميل وتفتح كتابك المقدس وتجيب كشكولك وقلمك وتبدأ بقى ايه، تقرا وتكتب، تقرا وتكتب. انت مصدق اللي انا بقوله؟ في الحقيقة مفيش طريقة تدمن بيها الكتاب المقدس، كل شخص وليه طريقة معينة يدمن بيها الكتاب المقدس. انا طريقتي غير طريقتك، غير طريقته، غير طريقتها، غير طريقتهم، غير اي حاجة بنتعامل بيها مع بعض. كل واحد وليه طريقته، فبالتالي طريقتك مع ربنا انت اللي هتحددها. مش واحد زي انا اللي يقول لك مثلا طريقة قرايتك للكتاب المقدس تبقى عاملة ازاي، اكيد لا. فطريقتك انت اللي تدور عليها وتكتشفها بنفسك وتقرب بيها لربنا، لان احسن طريقة هتقرا بيها الكتاب المقدس هي الطريقة اللي انت شايفها صح. لكن عشان نكون صريحين في بعض الارشادات اللي لازم تاخدها في بالك وتحطها كويس في عقلك وانت بتقرا في الكتاب المقدس. عايزين نعرف مع بعض مبدأ اسمه مبدأ التغصب. المبدأ ده هيخليك تقرا الكتاب المقدس في الاول وانت متغصب، انت مغصوب ان انت تقرا في الكتاب المقدس، مش قادر تقرا بس بتحاول تقرا. ده مبدأ جميل تمام، هيخليك كده في الاول، لكن بعد كده هتتعود ان انت تقرا في الكتاب المقدس وتبقى محتاج ان انت تقراه. زي بالظبط لما اجي اقول لك ذاكر، انت بتذاكر ليه؟ عشان تنجح. طيب ينفع اقول لك ما تذاكرش وانا هصلي لك مثلا ان ربنا ينجحك، او مثلا صلي لربنا ان هو ينجحك؟ هتقول لي لا طبعا، ما ربنا انا هصلي له، بس انا لو داخل الامتحان وانا مش مذاكر اي حاجه ما انا هسقط، ما انا ما عملتش اللي عليا عشان ربنا يعمل اللي عليه. نفس الفكره كمان في الكتاب المقدس. دلوقتي انت ما قريتش، ما قوتش علاقتك بربنا، ما حاولتش تفهم اصلا اساسيات ايمانك، ما حاولتش تفهم اي حاجه عن اللي انت عايش فيه. طب هيحصل ايه بقى؟ مفيش ملكوت يا عم. بس ربنا هيسامحني. طب ما هيسامحك ازاي؟ ما انت ديك قلت طالما ما عملتش اللي عليك ربنا مش هيديك اللي وعدك بيه ماشي. فخلينا متفقين على مبدأ التغصب. في برضه ممكن نحاول ان احنا نبدا ببساطه شديده، ممكن نبدا بمبدأ اسمه 5 دقايق. يعني 5 دقايق، دقيقة، افتح كتابك المقدس وابدأ اقرا. في أسفار كتير 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 ماشي بتدل على حياتنا الواقعية اللي احنا عايشينها. مش عايزين نبدأ مثلا بالتكوين والخروج والحاجات الصعبة علينا شوية، مع انها مش صعبة، بس يعني هنقول ان احنا مثلا حاجة قصص، مش عايزين كده. ممكن يعني بيقول احد الاباء، يعني ابونا جميل خالص اسمه ابونا بخوم، بيقول دايما عود نفسك تقرا مزامير. المزامير طول ما انت بتقراها، يعني في آية في الكتاب المقدس احفظ المزامير تحفظها. ابونا بيقول لنا ايه؟ ابونا بيقول لنا ان انت طول ما انت حافظ مزامير بترددها وبتقول دايما مزامير في اي موقف في حياتك وفي اي وقت، فهتلاقي ان انت كل حاجه في حياتك ماشيه بسهوله. هتلاقي مره واحده مثلا موقف انت واقع فيه ومشكله انت محطوط فيها، فجاه افتكرت مزمور لداود النبي مثلا بيقوله، فلا المشكله اتحلت. لقيت مثلا نفسك في ناس بتتكلم عليك وانت متضايق وكئيب، افتكرت مزمور برضو لداود النبي، فجاه تلاقي نفسك مبسوط، خلاص ما بقتش مكتئب، بالعكس سامحت كمان. فيعني المزامير من الاسفار المهمه جدا في الكتاب المقدس اللي ممكن تقراها، كمان زي سفر الامثال، الجامعه، الحكمه، كل دي اسفار هتعمقك قوي في الكتاب المقدس وتحببك فيه. فبالتالي لما تقرا في الاسفار دي تتشد ان انت تقرا في الاسفار الثانيه اللي هي القصص، وان انت تعرف وتدرس الانبياء وتدرس تاريخ اورشليم، تدرس تاريخ المسيحيه، تدرس كل حاجه من خلال حاجه بسيطه. بس انت بدات بحاجه حبيتها، حبيت ان انت تتعامل بيها في حياتك زي المزامير والاسفار اللي قلناها ماشي. كمان ما تحاولش تقرا عشان تخلص، حاول ان انت تقرا عشان توصل لارشاد روحي. حاول تقرا بهدف ان انت توصل لحاجه تطبقها في حياتك الواقعيه. فايه رايك لو تبدا قرايه في الكتاب المقدس من النهارده؟ تبدا رحلتك بقى في الكتاب المقدس واستكشافاتك واياتك وحاجاتك الجميله، وتبدا كده ايه على رواقه مع السيد المسيح وتعيش حياتك. وصدقني حياتك يعني هتحس ان ايه، تحس بتغيير شويه. كمان لو انت بتشوف الريل في وقت نزوله، فالنهارده 11/11 يعني يكاد يكون يوم مميز. يعني هنحسبها كده، يعني احنا بعقلنا
11 يوم مميز مثلا ممكن تاخده ان انت تبدا فيه قرايه الكتاب المقدس وتفضل تقرا يوميا، بحيث ان انت تبقى يوم 11 كل ما يعدي عليك تفتكر ان انت انا زي دلوقتي بدات قرايه في الكتاب المقدس وما وقفتش خالص. ماشي؟ فربنا معاكم ويحفظكم ويبارك حياتكم، وان شاء الله نحاول ان احنا نقرا في الكتاب المقدس كلنا، وكمان نختار صديق لينا قريب ان هو يحببنا ان احنا نقرا مع بعض مثلا ونشجع بعض على قرايه الكتاب المقدس.